السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم رايحين نخدموا مع بعضنا هاد قراطة الجلبانة بطريقة جديدة سهلة وبريزونطابل نقدموها مع أفخاذ الدجاج. نشوف على بركة الله طريقة التحضير. هنا في كسرونة نحطو كمية من الزيت، نحطو الكويس تاعنا، كمية الدجاج اختيارية، نقليوهم وحدهم جيدا. هنا بعد ما تقلاو لنا رايحين نجيبوا حبة بصل مرحية، نزيدوا سنينة الثوم نرحيوها، نحط هنا توابل الدجاج وفلفل اسود، التوابل اختياريه كذلك، كميه من الملح نملحو ونخليو البصل تاعنا يتقلى لنا جيدا. بعد ما تقلى لنا البصل تاعنا نجيو نحطو الكميه تاع الجلبانه اللي حابين نطيبوها، نخليوها هي ثاني تزيد تتقلى باه تطلق البنه تاعها، ونمرقو بالماء سخون ونخليوها طيب على غرضها. هنا حطيت لي فريت يتقلاو باه نديرهم مع الكراطه. طابت لنا الجلبانه تاعنا كما راكم تشوفوا، نجبدوا لي كويس تاعنا نحطوهم بجيه، ونروحوا هنا نجبدوا كميه من الجلبانه مع شويه المرق تاعها، ونحطوا لي فريت اللي قلينا هنا قصيناهم كاريات، نزيدوا هنا كميه من الفرماج، انا درت مثلثات قصيته وشويه معدنوس، ونحرك جيدا، نخليو المرقه تاعنا هذيك تبرد شويه باه نجيو هنا نضيفوا عليها البيض باه ما يطيبلناش البيض. كي تكون بردت شويه ونخلطوا جيدا البيض تاعنا مع الخليط تاع الجلبانه والبطاطا مقليه. هنا ونجيبوا المول تاعنا اللي رايحين نديروا فيه. انا درت فيه هادو تاع لي بانكيك، درتهم صغيرين يجيو هكا عجبوني. نحطوا نعمروا المول تاعنا هنا وندخلوه للفور يطيبوا. هنا جبت البيض ورايحه نقلي هادو الكويس تاعنا باش يجيونا باهيين. نتوما تقدروا تستغناو على المرحله هذه. درت لهم في العظام البيض وزدت لهم لا شابلور ونروح نقليهم. هنا راني نقلي فيهم يتحمروا لنا ونجبدوهم. هنا بعد ما طاب الكراطه تاعنا نجيو ونديموليو. هنا انا شويه المول تاعي لصقلي ولكن جاو ما شاء الله. ديروا نعاود روحي بالموس باش نقدر نجبدهم كما راكم تشوفوا. الطريقه راهي موضحه في الصوره. هنا البلا تاعنا راهو واجد، انا قدمته بهذا الشكل. عندي هنا تاني درت في هادو ليمول اللي كاريين وقلبتهم على وجوههم جاو ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. سلام.